السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض صينية جلاش ان شاء الله تطلع كويسة وطرية ومش ناشفة وجوسي وحلوة كده زي بتاع المحلات واحسن كمان. معانا هنا مع بعض حطيت زبدة على سمنة على زيت. ومعانا هنا دي هتكون الخلطة بتاعتنا، بس قبل ما نحط الزبادي والحاجات دي هنحط في الصينية الأول في الصاج بتاعنا. هنحط شوية في الأرض. ما تنسوش يا حبايبي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كنز من كنوز الجنة. هنبتدي ان نحط بقى الزبادي. معانا هنا علبتين زبادي هنحطهم على السمنة. ده خليط التوريق بتاعنا، خليط التوريق بتاعنا. هنحط العلبة التانية. ومعانا هنا بيكنج باودر بتاع الكيك علشان خاطر يخليها هشة. هو بينفشها من جوه، بينفخها بيخليها مورقة كده مع بعضها، يعني بتكون حلو. ونقلب الخليط ده كويس مع بعضه. هنا خلطنا الخليط مع بعضه. بصوا بيفور ازاي عشان البيكنج باودر. نبتدي الرص مع بعض الجلاش. هنرص كده. بس يا حبايبي، بس يا حبايبي. ونبتدي نحط بقى التوريق بتاعنا. بسم الله. نحط تاني. ما تنسوش يا حبايبي بالله عليكم ان انتوا تشتركوا في القناة وتدعمونا، علشان ده هيفرق معانا كتير جدا، يعني بالله عليكم. نبتدي نحط التوريق بتاعنا برضو تاني. كمل التوريق. وهكذا نحط لحد ما ما نخلص. انا مولعه الفرن على اعلى درجه في الفرن. وهحط الصينيه على الرف اللي هو اللي برضو القريب من الارضيه. هنخلصه كده وبعدين نرجع. كده يا حبايبي احنا خلصنا الصاج كله اهو، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليه. هنعمل بقى ايه قبل ما نحطه في الفرن. هنقطعه الاول. عشان الجلاش بالذات ما ينفعش يتقطع بعد ما يطلع من الفرن.
كده يا حبايبي احنا قطعنا الصاج معانا اهو. علشان خاطر يبقى جوسي معانا وطري، هنحط له كوبايه ونص لبن تقريبا. احنا حاطين هنا اللبن، وهنحط على وشه حبه سمنه. بسم الله. هنخلطه بسمنه، يعني اللبن هنحط عليه مع 3 4 معالق سمنه، وندوبه ونسقي بيه الجلاش. بسم الله. متنسوش يا حبايبي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني هنسيبه لما يشرب اللبن ده حبة، وبعدين ندخله الفرن. كده يا حبايبي هو الجلاش شرب اللبن اهو. هندخله الفرن زي ما قلنا على اقرب على اقرب حاجة للارضية. وايه، وبعد كده نبقى نشوف مع بعض هنعمل ايه تاني. بصي يا حبايبي، هي كده ايه يعني ابتدت تستوي، بس لسه هندخلها تاني علشان خاطر تكمل سواها. لسه ما خلصتش السوا طبعا يعني، بس ريحتها رهيبة. ندخلها الفرن تاني ونرجع تاني. بصي يا حبايبي، احنا رفعناها من على الارضيه علشان الارضيه بتاعتها احمرت من الفرن، فرفعناها على الشوايه. بصوا منفوخ ازاي من الكربوناتو، هو اللي عامل معاها كده. هنحطها تحت الشوايه ونسيبها ونرجع لها تاني. كده يا حبايبي رجعنا تاني وطلعناها من الفرن. بصوا ما شاء الله، بصوا ما شاء الله القرمشه من فوق وطريه خالص من تحت. احنا كده هنسقيها بالسبره اللي معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. هو السيرب بتاعها ما بيكونش خفيف ولا تقيل، يعني اللي هو بيكون سمكه زي ما انتوا شايفينه كده. اهم حاجة ان هي تكون طالعة من الفرن والسيرب بتاعها يكون بارد، علشان خاطر إيه تبقى طرية وكويسة. كده خلاص هنسيبها بقى شوية، وعلشان خاطر تبقى جوسي برضو وحلوة، مش ناشفة قوي. هنغطيها كده، هنغطيها وهي سخنة ونسيبها بقى شوية ونرجع لها تاني. كده يا حبايبي خلاص طلعنا الجلاش وسقناه وكده. بصوا ما شاء الله عامل ازاي، مورق ازاي، ما شاء الله الله اكبر. والف هنا وشفا على اللي هياكل اي حاجة. ويا رب يا رب يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسونوش يا حبايبي باللايك والشير، وان انتوا تشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. وانا محتاجة الدعم ده من الله ثم منكم. ويا رب يكونوا ان شاء الله القناة بتاعتي بتكون وصل لكم كل حاجة جديدة وكويسة يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.